لن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه، وكلما ذكرتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون عزا بضياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضاه. وأصلي وأسلم على أبو القاسم حضرة الحبيب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، محمد خاتم الانبياء والمرسلين، وبه تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما قلت ذاك وسامه، به يعلو فوق الكواكب ساميا. من كان غيرك يا رسول الله أن يكن له أبا يرعاه أثناء الطفولة هاويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثرك أن يضمك راعيا. إذ كنت فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك يا رسول الله راضيا. أيها الإخوة الأحباب، يطيب اللقاء ويسعد المساء في ليل التكريم علم من أعلام مركز أبو كبير، هذا الرجل المناضل والمكافح الذي عاش في هذه الدنيا بحلوها ومرها مثلا يقتدى به في الكفاح، رحمه الله المهندس سمير أبو زيد، مشاركة واجب العزاء لأولاده الكرام أستاذ محمد سمير والأستاذ أحمد سمير، والإخوة الكرام جميعا، الباشمهندس عبد الوهاب أبو زيد والمهندس عبد الوهاب محمد أبو زيد والمحاسب محمد سعيد أبو زيد والمستشار وليد أبو زيد، فهم يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء. أشكر هذه الوجوه الطيبة، وما أشكر الكوكب اللامع بمركز أبو كبير الأستاذ محمود أبو عودة جاء ليقدم واجب العزاء إلى إخوته. وتنقل لحضراتكم من داخل قصر الضيافة المتنقل كبرى مخازن فراشة عميد مقاولي أشغال الفراشة الحاج محسن الهباب بقرية أردوط ومركز أبو كبير، بالاشتراك مع عميد الصوتيات المهندس حمادة أبو زكي، لؤلؤة الإنارات وكبرى مخازن الإنارة المهندس فتحي الفنان بأبو كبير. وأشكر الخدمات الفندقية المتر عصام أبو شمروخ. وتنقل لحضراتكم هذه الليلة عبر شبكات الإنترنت العالمية المهندس تامر أبو عاطف. هيا بنا لنعيش في معية القرآن الكريم مع القطب القرآني والمدرسة القرآنية العريقة، هذه المدرسة التي تقلد على ألسنة القراء، دقة في الأحكام وروعة في الأداء وجمال الصوت، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، معالي السفير والمستشار الدكتور محمد الحسين هيطة فخر قراء الشرقية وعميد قراء مركز أبو كبير، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا صدق الله
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر صدق الله العظيم. يا قارئ الملوك يا ابو حسين وعيد يا قارئ السنة زفرة بص لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان
صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق وما رجال فمنهم من قضى نحبه صدق الله العظيم. عليك يا شيخ. الله اكبر يا جمع خص. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب
في كل البيوت، وانت قارئ الزمان والمكان. الله يفتح عليك يا دكتور. الله اكبر. يا عالم يا معلم. اروي يا حبيبي اروي. الله اكبر. عليك. الله يبارك فيك. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأرض لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا
والقرآن
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حينما وصف المولى عز وجل الرجال ذكر الصدق، لأن الرجال لا يكونوا كذابين، والصدق هو شيمة الرجال، وما زال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه الأسوة الحسنة، الذي كانت شيمته الصدق والأمانة. لذلك تزوج من السيدة خديجة لأنه كان صادقا وأمينا. والصديق أبو بكر سمي الصديق لأنه أول ما صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فحقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن صدق العهد مع الله كان عبدا ربانيا يرى بنور الله. تلا علينا معالي السفير المستشار الدكتور محمد الحسين عيطة، بارك الله لنا فيه وأطال الله لنا بقاءه. وأقول له من منبري هذا يا قارئا به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. وفي ليل التكريم الوالد الكريم الذي فاضت روحه إلى مولاه تزفها الملائكة في عنان السماء، وعاد الجسد إلى أصله وإلى مثواه، وهي طبيعة الحال وطبيعة الدنيا. كلنا في هذه الدنيا ضيوف، والضيف مهما طالت إقامته آجلا أم عاجلا لا بد له يوما سوف يرحل. الذي رحل عنا بالجسد وستظل سمعته الطيبة بيننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، المهندس سمير أبو زيد، مشاركة لهذه الذرية الطيبة أصحاب الأدب والاحترام، أستاذ محمد أبو سمير والأستاذ أحمد سمير وعائلات أبو زيد جميعا، الباشمهندس عبد الوهاب أبو زيد والمهندس عبد الوهاب محمد أبو زيد والمحاسب محمد سعيد أبو زيد ومعالي المستشار وليد أبو زيد. أشكر باسمكم جميعا جميع القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة عمد القرى المجاورة، كما أشكر باسمكم جميعا علم الواجب ورجل المواقف بقرية هردود الأستاذ فاضل أبو ظلام، وأشكر رجال هردود جميعا كلهم رجل واحد ويد واحدة في جميع المناسبات. وهذه هي المبادئ التي أوصى بها الحبيب محمد: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وهذه الليلة المباركة تنقل لحضراتكم من داخل قصر الضيافة المتنقل الذي شيد وكمل على أحدث وأتمم وجه، أقامته اللؤلؤة السرادقات وكبرى مخازن فراشة عميد مقاولي أشغال الفراشة الحاج محسن الهباب بقرية هردود ومركز أبو كبير، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية المهندس حمادة أبو زكي بالكشيكة، لؤلؤة الإنارات وكبرى مخازن الإنارة الذهبية، والذي لقب بشمس الإنارات تحت إدارة رجل المواقف الأخ الحبيب
الذي عرف بالأدب والاحترام، المهندس فتحي الفنان بمركز أبو كبير، والخدمات الفندقية المتر عصام أبو شمروخ. وهذه الليلة سيسطرها التاريخ بماء من ذهب عبر شبكات الانترنت العالمية تحت إدارة عميد البث الحي، إدارة المهندس تامر أبو عاطف بمركز أبو كبير. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا لنعيش مع هذا الشبل الساطع والنجم الوضاء في سماء العائلة السعدنية، المتخرج من بيت كله نور، بيت مكتوب على أبوابه، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، والذي شهد له عظماء قراء مصر بجمال صوته وروعة أدائه، فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد البديع السعدني. نبت العائلة السعدنية يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات.